كاين شي تحضيرات رمضان ولا والو؟ انا اختي راني بديت نوجد في الصفوف ان شاء الله. لقيتوني كنطحن هنايا في القمح، عندي القمح الصفر بن خالته وجاني حرش. اللي عندكم هاد الماكينه استغلوها، ديروا القمح بن خالته. ها نتوما اختي كيفاش غادي يولي لكم بلاتي. شوفي دابا حكري مزيان في هذا، شفتوها البنات؟ حرش حرش حرش. كنطحنو هنا، غادي ندير واحد الكيلو، راني طحنت تقريبا هنا نص كيلو. شوفوا كي رديتو كيرجع هك، كيرجع رطب. سيري يا اختي الله يرحم لك الوالدين اللي هما والدي ووالديك. هذه اختي دويت معايا في التليفون، قلت لها بغيت نديرو بالقمح وجاني حرش. قالت لي هيك عندك هذيك الرعله ديال ديك الماكينه زي وطحني فيها. قالت لي تي الخرقوم وكردات وعاد فارين. قلت لها ياه، طيحت عليا اختي الفكره. وفعلا هانا اختي والله الا سيره كنطحن طحناتو ليا من داك الشيء رفيع. هاد الماكينه زوينه يا البنات، سيرتو لا مارك في فيفور خطيره. دابا خديت منها جوج، وحده خديتها ليا وحده غنصيفطها للوالده، وعاد عندي وحده، عندي دابا ثلاثه. وحده غنعطيها لوحده من نعطيها لواحد اختي، ولكن المشكل ديالها ما فيهاش سكور. قلت لها دبر، قالت لك عاري هنا نعرف ليها. دابا اختي اللي طحنتو تنديرو هنا في هادو البنات، حتى هما من عند فيفور واعرين. دابا اختي نطحن وندير، عاد من بعد نبدا نحمر. دابا اختي ملي تحل ليا المشكل قلت واقيلا غنديرو كله قمح ونعاود نشري. حتى قمحي انا جاي من جاي باقي في الطريق، باقي اختي حاصل ما وصلش. قلت ندير سلو بعدا بالقمح يجي زوين. ها والله الا رجع رطب. غادي دابا نطحنو وندوز اختي نحمرو، غادي نحمرو وصافي يكون عندي واجد. شو كي رديت وعاد راه ما نيلتوش داك، كنت زدت كون بغيتو كثر كون يجي، مي ما بغيتش ثاني نرطبو بزاف. صافي اختي دابا غادي نطحن، غنطحن هادشي كامل البنات. غنخلي غير واحد العجنه. جاني قمحي من المغرب هو هذاك، ما جاش اختي، راه غنشري خنيشه في هاد رمضان. بيني وبينكم رمضان والله ما كنستغل الخبز، انايا كنديرش الخبز بزاف، نتوما غتشوفوا والله ما كندير الخبز. المهم اختي هاد التحضيرات انا باديه فيها. غنكمل الطحين ديال هاد القمح، غنديرو بالقمح صافي اختي. وغادي هاد السيمانه ان شاء الله ندير سلو باش اختي نصيفط منه لخويا. يلاه يوصلوا قبل رمضان ان شاء الله باذن الله، لا سهل ربي. يلا سير اختي خليني نطحن. احسن طريقه تحمري بها الدقيق ديالك للصفوف ولا الزميطه ولا السلوك ولا واش كيقول ليه، هي الكوكوط. هي الكوكوط كتبقى احسن طريقه، وكتبقى يا اختي تجلسي وتبقى يا اختي تحركي. شوفوا انا كندير في القمح اللي خلطته مع شويه الفورص، غير شويه، واحد نص كيلو، الكره دايره شي 2 كيلو لاروب. شوف كتبقاو تحركوا، تحاولوا ما تلصقوش حتى يتحمر. ديروا غير بالشويه بالشويه، ما تكثروش الكميه باش يتحمر لكم دغيا ويتحمر في دقه. علاش الكوكوط كتبقى يا اختي تراقبيها، والكوكوط ثقيله ما غاداش تحرقوا لك، ولكن ضروري معلقه العود وتبقى يا اختي تحركي. ما تغفليش عليه حتى ثانيه، ما تحيديش يدك عليه، وتبقاي هكا البوطه ما تكونش ثاني منقوصه وما تكونش. ملي كيتحمر راه كيتبدل اللون ديالو. دابا راه باقي عاد درتو، ها هو ساير، هو كتحمر، كطيب واحد الريحه زوينه بالدار. ايوا هذا اختي اول تحضيرات كنبدا بهم انا، وكنظن اي وحده اي مغربيه، هو الفورس اولا الطحين. ضروري هو الاول كنحمروه نوجدوه، عاد كندوزو نوجدو المكونات الاخرين اللي اللوز، كاوكاو. كاين اللي كيدير غير اللوز بوحدو ما كيديرش كاوكاو، كل واحد وعلى حسب استطاعته. من خلاص ديال المغرب راه تدوه للفران. ومام دابا ولاو الناس ديال المغرب، وانا قبل كنت كنديه الفران، كنت كندير كميه كبيره، كنت كنقسم انا والوالده. كنت كندي 5 كيلو ديال الطحين ديريكت عاد مول الفران، ما ندير لا لاطا لا والو، ونمشي نجيبها كيعطيها لي في واحد الخنيشه. نجي انا اختي غنغربلو، نمشي ثاني عند العطار نوجد داكشي ونديه يطحنوا ليا. على ديك الاجواء لا تفكروني سكتوا عليا هالعام. شو البنات ملي كيتحمر كيفاش كيولي اللون ديالو تيتبدل. ها نتوما شوفوا، وما تيتحرق ما حتى شي حاجه. ها صافي دابا راه تحمر، غادي نخوي باش نكمل. ها نتوما غنخوي هنايا، شوفوا شحال باقي عندي. شو اللون ديال هذا كنصور لكم بلا فلتر، وشوفوا اللون ديالو ملي تحمر كيولي مغموق. اوف خصنيش نغفل، اتونسيو. شوفوا خصكمش تغفلوا في التحريك. الكوكوط اللي زوين فيها انها كتحمروا كامل في دقه. شوف خاصو يتغربل، هاد الحبيبات كلهم خاصهم يتغربلوا ضروري. الغربال تنبغي نجمعو. دابا اختي كنوجد غدا نكمل التقضيه ان شاء الله، باش الا تعطلت الخميس نكون جامعاه باذن الله. ها نتوما حمروه في الكوكوط، راه كتجيبو مزيان وعندها كل تحت هنا
ضربوه من هنا من هنا قصبه العود هذه معلقه العود، وبقاو اختي الدور. دابا غادي نخويه هنا ونكمل كلشي. شفتوا بارك عليه ياك، عاوتاني الطحين لا تحمر بزاف راه كيعطي المروره، خصو يطيب وصافي ما يتكلش خضر. تعرفين كلشي كيتحمر ولا كيتقلى. انا اختي هاد العام ان شاء الله ما غاديش ندير الزيت، غادي كلشي نقلي في الار فراير، نحمرو في الفران والار فراير كلشي صافي. دابا اختي غادي نخويه راه وجد. ويلي البنات القمح تمسخ ولا غير شويه. والله اختي راه داك الفورس اللي درتو تخلطتو وندمت، قلت عاد داني نديرو الساعه دابا ما بقاش الندم. داكشي اختي تمسخ ولا غير شويه. شفتو ملي كيتحمر الخير هذا الصحيبه. شوفوا تبارك الله ما شاء الله هانت والخير هذا. ها دابا شحال يكونوا عندي هنا؟ شي 2 كيلو ونص هكاك. ما عنديش الميزان، عندي الميزان صغيور. انا اختي عيني ميزاني، حيدوا عليا بركه. بقاو تزيدوا فيا. شفت الكومونتيرات ديالكم شكرا. كاين اللي قالت لي خليه غير صحي، كاين اللي قالت لي ما دير. انا البنات راه ما كنديرش الزيت، اللي قالوا لي ما ديريش الزيت ما كنديرش الزيت نهائيا. ما كنقليش وما كنجمعش به، كلشي كنحمرو. غير دابا خسرتها بداك نص كيلو ديال الفورص. درت كلشي قمح وزدت الفورص، ولكن اختي صافي راه مشى الفورص هو اللي تحرق. بقى راسك واحد شويه في الكوكوط يبرد على قلبك. ها هو دابا كنبرد فيه صافي اختي. عييت شي نهار اللي كيكون عندك هذا باقي هادشي على يلاه بدينا. خاصك نهار غادي الفورص. شوف هادو كلهم غادي يتحيدوا بالغربال يتغربل. عرفتي الكوكوط كتحمر زوين الصراحه. واخا هكاك راه ما دارتش شي كاسار كبير. كيبان ليا القياس هو هذاك. وغادي نحيدو ثاني شويه التغربيل ما غيحيد والو. غادي نكون حبيبات انا كنمعسهم كندير لهم هكا. شفتوا بس تخافوا سعيده حاجه ما كتضيع. صافي اختي دابا غادي نسد. الا ما نسدش عليها البنات غيعرق. لا هاد عرفتي هادي نفعتني يا البنات، نفعتني واحد النفعه واو. ما قال جيباني وما قال هكا اختي كتسعي فيها داكشي. دركا ثاني داك كاوكاو واللوز كلشي نطحن ونجمع هنا. يبقى لي من بعد غير نجمعو ما نسدش عليها نخليها غير محلوله. نمشي اختي نجلس نستريح والله الا عييت. نتوما نشوف هذا مكان اخواتي. هنا في فرنسا كيتباع الجلجلان منقي محمر، ولكن ضروري نتوما ما تعاودوا تحمروه. ماشي تحمروه غير تسخنوه. بحال دابا انايا هنا بالكم كل حمران هذا النهار ديال الفران ما نقول لكمش. هنايا ها نتوما شوفوا حمرت اللوز وكاوكاو كلشي هادشي في الفران. درت نصو في الار فراير ونصو في الفران. بالفران لقيتو مسربي مع لاطه كبيره دغيا. شوفوا تبارك الله هذا مخلط ما بين كاوكاو ولوز. كاوكاو درت كيلو، واللوز هنايا درت عندي حاليا كيلو ونص. وغادي نزيد 800 غرام بجلودها. المهم تبارك الله راه مقوم. ما تقوليش ليا ما مقومش، راني مقومه من داكشي. وبالنسبه للجلجلان هنا غادي نحمر كيلو، غادي ندير كيلو ونص ديال الجلجلان ورابعه كتبقى هكاك صاينه غير الديكور. دابا غادي نحمر كيلو. ها هو البنات كديروا راه محمر كما قلت لكم. ولكن هاد العمليه ضروري ما ديروها. كانت فيه شي غموليه لا كانت فيه شي بروديه كلها كتحيد ملي كتعاودوا تحمروه ردوا البال. لان راه ما درت حتى حاجه مقابله غير الفران حتى الغدا باقي ما رديتوش. كتقابليه كتبقاي هكا غير تصهد كتبدا هكا شويه حيت محمر. شفتوا راهو محمر منقي. هذا هو اللي زوين فيه. ما تغسلوه ما تنقيو ما والو، غير هكا مع عينيكم كدوزوا عليه وكدوزوا تسخنوه في الفران وكطحنوه باش حتى في الطحين كيساعد كيطلق داك الزيت ديالو. شفتوا هو الصراحه ما كاين محسن من البلدي. مي هادشي اللي عطا الله حنا البارك. انا بعدا راه فرحت مني لقيتو البارح. لقيت 2 شاشيات عند الكزير وما تبقى لقيتو في ليدل دايرين غير رابعه. دابا اختي غادي نحمرو. بقى لي هذا حتى هو نحمرو بجلود ونطحنو. اليوم ديال التحمار وغدا ان شاء الله الطحين. غنوريكم المكونات اللي غادي نحتاجو في السلو قبل ما نطحنو باش تعرفوا اشنو درت فيه بالضبط. اختي السلويه راه مقوم على حقه وطريقه. وكاع المكونات وجدتهم هنا عندي اللوز اللي غادي نهرمشو بالقشره ديالو راه محمر. هذا الجلجلان اللي غادي يتلا حصين. هذا اختي راه ما مقليش غير محمر اللي غادي نزينو به حتى الاخر. نحط هادشي هنايا فوالا. هادو وجدت كل شيء باش ما نكون ناسيه حتى شي حاجه. هذا النافع وحبه حلاوه اللي مطحونين وغيتغربلوا ويتعاودوا يطحنوا مع هذا الشيء هذا. وهنا عندي سنيده سكر كلاصي الا بغيتوا ديروا العسل ديروه. عندي هنا القرفه اللي غادي تطحن. كل شيء غادي يبقى طري.
وعندي هنا الكوزه غادي ندير وحده ولا وحده ونص لحقاش عندي كميه كبيره. انايا المسكه الحره ما تنديرهاش، ما كتجيني ما كتعطي حتى شي مذاق ياك. وهنايا شنو عندي؟ باقي دافيه البنات. عندي اللوز تقريبا 2 كيلو ونص. هادوك 3 الباكيات اللي خديت حيدت منهم شويه، وعاد زيدوا هاد 2 زلايف هادو اللي غادي نخليهم للتزيين. عندي هنا الجلجلان 1.5 كيلو بهاد الزلافه هذه اللي مخليه للتزيين. وعندي كاوكاو كيلو راه مقوم تبارك الله. وعندي الفورص ها هو لتحت محمر مقاد، غادي غيتغربل. الفورص اللي درت ديال القمح وفيها اختي نص كيلو ديال الفرينه. هذا هو كنطحنو ان شاء الله. دابا اليوم حمرته وجدته قاديته، غدا غادي نبدا نطحن. الطريقه اللي غندير له بحال الطاحونه ديال العطار، كتصايبي كلشي كديه ليه هكا وهو كيطحن. غنحاول ما نديرش فيه ليدام، غنحاول ما نديرش فيه الزيت. غادي نعلكم مزيان غادي نخلطوا مع الطحين، نخلط السكر، نخلط المكونات كاملين. غنخلي غير هذا الشيء هذا للتزيين حتى نطحن، وغادي نديرو ان شاء الله غادي يجي على مزيناتو. اختي ريحه كسكسو عندي وصلت حتى لعند الفاكتور. عيطت لي حليت الباب عطاني السينيت وهي مادام كنشم ريحه الطياب زوينه. قال لي سون قلت لي جي فيه الكسكس. قال لي او لا لا قلت الراجل الريحه عاطي. قال لي ما شميت والو. قلت له لا يا خويا الله ينوفك بزدودي. قلت ليه العماره لتحت انا هوانا الفوق والريحه هبطت لتحت وانت ما شميتي والو. المهم وصلني هذا الشيء. دابا اختي لقيتوني غادي نحل هذا الشيء وقت الصح. غادي نغربل القمح هذا الفورس. شوفوا شحال تبارك الله. غنغربلو في جهه هذه راه كبيره كتشوفها الصحيبه. شفتوا غادي نغربلو باش اليوم ان شاء الله نطحنو. غنحيد عليا الغدا ونطحنو. نحاول ما غنديرش فيه الزيت. داكشي البارح قالوا لي البنات واش انت غطحنيه برا ولا راه غنطحنو في الدار. راه عندي الوحش هو اللي غنطحن فيه. هكا هاد الجهه خليتها نقيه. انتو شفتوا راه كبيره. هادو البنات دخلوا خذوهم والله الا غينفعوكم. هاد العيبات هادو خطيرين. دابا اختي غنغربل بسم الله توكلت عليك يا ربي وخرج لي سلويه بنين وزين. ها انت اختي شوفوا راه ما كيكونش فيه الكسر هذا. ها كيتغربل. ها نتوما ها ندوز عليه اختي راه نقي ما به والو. شفتوا هادشي هذا غنحاول نحكو غير شويه باش الطريفات الكبار يتحلوا. راه غير هذا يعني عاد الطحين مكركم. عرفتي ملي كطحني في الفران في الزنقه كنت في المغرب واي شحال ديال الكل كنت كنلقى وقاصح كنعيا نحك وما كيبغيش يتحك. هذا اختي شتي كتصايبي داكشي على يدك. هذيك النخاله الغليظه كتحيد دابا. داكشي ما بغيتش نغربلو انا 2 تغربيلات. ها هو عندو الصح كنشم ريحه زوينه. الشي هادو ولا شي نفعو. هل هاد الشي اختي ها باش كتقولوا لي دايره هادوك ديال الحليب حداك. ها علاش شتي اختي كنسهل عليك القضيه. ايوا سير اختي نتلاقاو تنبداو نطحنوا. ها وقت المعقول وصل اختي. زيدي نطحنوا هاد الخير هذا البنات. غنعاود معكم شنو كاين هنا كاين اللوز تقريبا 2 كيلو، وكاين الجلجلان 1.5 كيلو محيده منه زلافه، كاوكاو كيلو ياك. هادو المكسرات ما تقوليش لي ما مقومش. هادشي كل مكسرات اكثر من الطحين. عرفتي الطحين غربلت وراه راني دايراه مقوم مكثره اللوز تبارك الله مكثره باش تحسي براسك كي كتاكلي شي حاجه. دابا هادشي كلشي محمر مقاد. غادي نطحنو اختي في الوحش راه كيدير لك بحال داكشي عند العطار. زيده ما تبقايش اختي تضربي تماره جنوبات كل حاجه طحنيها بوحدها عاد تخلطي. لا كلشي غيتخلط ان شاء الله. بسم الله بسم الله بسم الله توكلت عليك يا سيدي ربي. هنا فريده اللي غربلت معاكم. شوفوا تبارك الله. غادي نخلطها شويه بشويه باش يتخلط مزيان. وعندي سنيده دوماج العسل ما كنديروش وما لقيتش شي حاجه نحلي بها صحيه. غندير اختي هذا وندوز اختي نطحن من هنا. غنطحن شويه بشويه لحقاش باش ما نوركش على حد كميه كبيره باش نطحن شويه بشويه. ها هما هي غادي نخلط هذا الشيء ياك بلعتي بلو. وغادي نطحن هذه القرفه وواحد الكوزه. غندير غير وحده واخا دايره كميه كبيره ها وحده بركه كافيه. دابا اختي غادي نغربل هذا سالينا ما نكثرش. انا راه عندي كيلو هاد الكميه كامله خصني ندير نص كيلو ولكن غنحاول ما نديروش حلو بزاف. ضروري هنا في الغربال غندير هاد شويه دابا ونغربل ونخلط ونشوف. بسم
بسم الله بسم الله بسم الله، توكلت عليك يا ربي ودخل علينا هاد العواشر مبروكه يا ربي، وعاون اي واحد والله يسهل على اي واحد يا ربي الحبيب. ضروري تغربلوا ليا سكر كلاص صافي. بسم الله نخلط. شفتوا هادو فين زوينين، ما غادي نقسمهم على جوج. شفتوا باش تخلط ليا مزيان احسن من داك القصريه وداك البانيو، تخلطي فيها كل شيء صافي. كي قلت لكم غنطحن الكوزه والقرفه، وهادو نغربلهم حتى هما نزيدهم ونطحن كلشي. منين نبدا نطحن غنشارك. شوفوا تبارك الله الصفوف خارج موجود، ما نزيدوا عليه حتى حاجه اخرى. شوفوا كيخرج معلك البنات ما شاء الله. والبنه ما نقول لكمش، انا راه دقت اختي ندق السكر وندق. بسم الله. هو هذاك معلك حاجه البنات. الماكينه ضروري تخلوها تبرد. بحال دابا طحنت فيها دورت فيها 2 دورات سخونه، ماشي غير هاد الكميه تبارك الله كامله اللي كتشوفوا ندوزها فيها في خطره، لا غادي نطيحها اون بان. ضروري تخلوها تبرد. ناري سلو معلك. انا شوف غادي ندلكو ونشوف. شوفوا ما شاء الله. بس دابا نخويها ونخليها تبرد، نتسنى على واحد 10 دقائق 5 دقائق. ضروري تتبرد. الا بغيتي الماكينه ديالك دي معاك مده طويله وما تصفيهاش ليها، راه الموطور ملي راه كيسخن يقدر توقع عليه شي حاجه. ها هي برد يا اختي، سمحي لينا انتي كرا نبوسوا لك راسك. والله اختي دايره ليا خدمه ديال سميتو. شوفوا كنشد هادشي هك مخلطه الطحين ومخلطه كلشي راكم شفتوا، وكنلوح في هاد الحويض هكا. شوفوا سلو تبارك الله كي خرجاتو. هانتوما عاد غادي نزيد ندلكو. شفتوا غادي بنين بنين بنين. ريحه الكوزه عاطيه والقرفه وكلشي طحنا على يدك من داك الشيء. نسير شويه شويه طلعوا عليا غنكمل شغل عرفت الطحين. بزاف مني بقرا. خصك تعركي زيدي هنا غتبيني لي راكي حادقه. خصك اختي الكتاف تجبديهم البنات، ولا نقطه زيت ولا زبده. شوفوا ما شاء الله. اول مره ما ندير لا زبده لا زيت هكا، غير مطحونه اختي في الوحش. وعاودي دلكي كتخرجي داك الزيت اللي كامل اللي فيه. شوفوا ما شاء الله قسمتو على جوج وكندلك ولدي اسكت شويه عافاك. خسر الليل هذا ولدي رجع من المدرسه. شوفوا تبارك الله. واني راه نقول لكم على سليلو هكا اختي بلا زبده بلا حتى شي حاجه معلك. ولكن خص هذيك الماكينه هي اللي كدير لي هكا. الطريقه كلها غنحطها لكم في اليوتيوب ان شاء الله. هانتوما هنايا راني درت الجلجلان اللي حمرت واللوز هكا اللي مقلي. ما كاينش الزيت اختي هاد العام، لا صحي 100%. وهذاك نص كيلو ديال الفرص اللي درت فين هكا اختي راه تغربل مشى صافي. وقبيله راني غلطت وقلت لكم سنيده سكر كلاصي اللي درت، كان عليا نطحن الزبيب ولا شي حاجه. مي معليش والله ما كثرتش، ما جاش حلو بزاف. هو هذاك. هانتوما شربت اتاي درت الكوتي ونتختي ما يمكن شربنا به اتاي قبل ما ندلكو. رجعنا من الزينات وقال لي راه كثرت راه نزيد الزبده. قال لي ما عندك ما تزيدي. هو هذاك. وفعلا مني كيدلك مني زدت تدلكتو طلق الزيت ديالو مزيان. شوفوا تبارك الله. ايوا سير اختي الله يعاونك خليني ندلك. اجي نطحنو سلو بلا زواق بلا قفطان بلا نفاق اختي. داكشي العادي اللي كدير المراه المغربيه بيجامتك ونوضي اختي عركي ليا داك السلو مزيان. هاد السلو البنات راه ما فيه لا زبده لا زيت حتى حاجه دسمه ما راهي فيه. ما نحلف على الزيت اللي دهنت به المكسرات ملي كنت كنحمر فيهم. هنايا راني خديت القرفه والكوزه طحنتهم. القرفه كديروا شويه ماشي بزاف، انا درت واحد 50 غرام. وقرفه الكوزه درت 1.5. كلهم طحنتهم قبل غربلتهم وزدتهم على المكونات اللي كناخذهم كلهم وكنطحنهم في خطره. ما كنطحن حتى شي حاجه قبل، راه كلشي شاركته معاكم. هنا كيخرج من الماكينه كيخرج معلك كما كتشوفوا، كيخرج واجد كيجي زوين. هذا السلو هذا ما تشبعوش منه. كي قلت لكم ما فيه لا زبده لا زيت العود لا حتى شي حاجه، غير حاجه انا الحلاوه اللي حليت بالسكر كلاصي. هذا هي اللي فيه ماشي صحيه، مي راه كيبقى صحي مصايبه اختي بالقمح
وكل شيء فيه مقوم كيجي روعه. هذه البنات دراهمها حلال، غير عرفوا منين تشريو. الشركه ديال فيبور الصراحه كتصايبهم زوينين، ما تطفعش وكتبقى خدامه زوينه. غير نتوما انا مني حيت عندي كميه كبيره، مني نطحن فيها 2 دورات 3 2 نوبات 3 تعميرات، كنوقفها باش تبرد حد 5 دقائق 10 دقائق وكنكمل. هنايا صافي غادي نزيد الجلجلان واللوز اللي محيده ليه القشره ديالو غير محمر، ما قليت حتى حاجه في الزيت. هنا خلال دلكي 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 حتى يطلق داك الزيت ديالو كيعاود ثاني يخرج. ما درتش، انا كنت باغا نزيد الزبده الساعه مني هبل ليا هكا، قلت صافي حتى راجلي قال لي ما ديريش الزبده راه هو هذاك، وفعلا معلك ومازال. شوفوا تبارك الله الزيت اللي طلق، والله البنات ما درت ليه حتى لا زبده لا زيت لا والو. فوالا هذا هو سلو ديالنا، والله يدخل علينا رمضان بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله والصحيحه.